أهلا بيكم. أكيد كلنا بنسمع مصطلح علم البيانات أو الداتا ساينس ده في كل حتة. بس يا ترى هو إيه بالظبط؟ النهاردة هنبسط الموضوع ده خالص. هنشوف إزاي بناخد بيانات ممكن تبان إنها شوشرة أو دوشة ملهاش معنى، ونحولها لقرار واضح وفعل حقيقي يفيدنا. يلا بينا نبدأ الرحلة دي. دي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. أول حاجة هنعرف يعني إيه علم بيانات. بعدين هنشوف إزاي بينقلنا من مجرد فهم الماضي لتوقع المستقبل. وهنمشي خطوة بخطوة في رحلة البيانات نفسها عشان نشوف بتتم إزاي. وفي الآخر خالص هنتعرف على الفريق اللي ورا الكواليس وبيخلي كل ده يحصل. تمام. خلينا نبدأ بأول قسم عشان نحط الأساس. ما هو علم البيانات؟ وإيه هي مكوناته الأساسية اللي بتخليه علم بجد؟ لو حبينا نحط تعريف للموضوع هنقول إن علم البيانات هو المجال اللي بنستخرج بيه معرفة ورؤى من بيانات مشوشة، وكلمة مشوشة دي مهمة لأن البيانات في الحقيقة عمرها ما بتيجي نظيفة ومترتبة، تبقى ناقصة أو فيها أخطاء. والجزء الأهم بقى إننا بناخد المعرفة دي ونحولها لأفعال أو قرارات أي شركة تقدر تنفذها. يعني القصة مش بس في التحليل، القصة في الإجراء اللي هناخده بعد التحليل. أول عمود أساسي معانا هو علوم الكمبيوتر. دي تعتبر العضلات أو المحرك بتاع العملية كلها. من غير برمجة وقواعد بيانات قوية وأنظمة تقدر تستحمل كميات البيانات المهولة دي، كل حاجة هتقف. العمود الثاني هو الرياضيات، وبالأخص الإحصاء. وده بقى يعتبر العقل المدبر، هو اللي بيدينا الأدوات والنماذج اللي بيها نقدر نلاقي أنماط وعلاقات مستخبية وسط البيانات دي، ونعرف إذا كان اللي اكتشفناه ده حقيقي فعلا ولا مجرد صدفة. ونيجي للعمود الثالث واللي بصراحة ممكن يكون أهمهم، الخبرة في مجال الشغل نفسه أو البيزنس. ليه؟ لأن من غير فهم للسياق البيانات دي هتفضل مجرد أرقام ملهاش أي معنى. الخبرة دي هي اللي بتخلينا نسأل الأسئلة الصح من البداية ونترجم الأرقام دي لحاجة ليها قيمة. يعني الخلاصة إن علم البيانات الحقيقي مش مجرد كمبيوتر ولا رياضيات بس ولا بيزنس بس، هو السحر اللي بيحصل في نقطة التقاطع بين التلاتة دول مع بعض. القوة الحقيقية بتظهر لما التلات خبرات دول يشتغلوا سوا كفريق واحد. طيب، نخش على الجزء الثاني. هنا هنشوف إزاي علم البيانات بيتطور. الموضوع كله مش في قوة الإجابات قد ما هو في قوة الأسئلة اللي بنسألها. كل ما السؤال كان أعمق، كل ما القيمة اللي بنطلع بيها كانت أكبر. السؤال الأول والبديهي جدا اللي أي حد بيبدأ بيه هو إيه اللي بيحصل حاليا؟ وده اللي بيعمله التحليل الوصفي. كل مهمته إنه يوصف الوضع الحالي بالظبط، كأنه بيبص في مراية. زي لما نسأل المبيعات الشهر ده زادت ولا قلت؟ هو هنا بيجاوب على اللي حصل وخلاص. بس طبعا مش بنكتفي بكده. الخطوة اللي بعدها على طول هي طيب ليه ده حصل؟ وهنا بيجي دور التحليل التشخيصي. هنا بنبدأ نلعب دور المحقق، بندور على السبب الجذري. ليه المبيعات زادت؟ يمكن عشان عملنا حملة إعلانية. طب ليه قلت؟ ممكن يكون في مشكلة في المنتج. بنشخص الحالة يعني. لحد هنا إحنا كنا بنبص لورا. دلوقتي بقى هنبدأ نبص لقدام. السؤال اللي بعده هو إيه اللي غالباً هيحصل بعد كده؟ وده دور التحليل التنبؤي. هنا بنستخدم كل البيانات اللي فاتت والأنماط اللي اكتشفناها عشان نتوقع المستقبل، زي إننا نتوقع المبيعات بتاعتنا الربع اللي جاي هتبقى عاملة إزاي. وده بيوصلنا لأهم وأقوى سؤال فيهم كلهم، السؤال اللي بمليون جنيه. طيب، المفروض أعمل إيه؟ وهنا بنوصل للتحليل التوجيهي، ده أعلى مستوى. هنا نظام مش بس بيتوقع، لا ده بيقول لنا على أفضل إجراء ناخده عشان نوصل لهدف معين. زي كأنه GPS بيقولك عشان تزود مبيعاتك 10% محتاج تعمل الخطوات 1 2 3. والجدول ده بيلخص الرحلة دي بشكل ممتاز. شوفوا ازاي بنتحرك من مرحلة الهايندسايت أو فهم الماضي اللي هي في التحليل الوصفي والتشخيصي لمرحلة الفورسايت أو استشراف المستقبل، ودي اللي بنوصل لها بالتحليل التنبؤي والتوجيهي. جميل جدا. عرفنا المكونات والأنواع. طيب، إزاي الشغلانة دي بتتعامل على أرض الواقع؟ خلينا نمشي مع بعض في دورة حياة مشروع علم البيانات خطوة بخطوة. بصوا، الرحلة ليها ترتيب منطقي جدا. لازم دايما نبدأ بفهم البيزنس عشان نضمن إننا بنحل المشكلة الصح، وبعد كده بنبدأ عملية تجميع البيانات. ونيجي لأهم خطوة واللي بتاخد معظم الوقت، وهي تنظيف البيانات دي من أي أخطاء أو نواقص. أول ما البيانات تبقى جاهزة بنبدأ نستكشفها عشان نطلع بالكنوز اللي فيها. ممكن هنا نستخدم تحليلات متقدمة زي تعلم الآلة، وفي الآخر بنحول كل الأفكار المعقدة دي لحاجة مرئية، لرسمة أو قصة بسيطة عشان أي حد يقدر يفهمها ويقتنع بيها. تمام. وصلنا لآخر جزء. مين هم الناس اللي بيعملوا كل ده؟ الموضوع ده مش شغلانة فرد واحد أبداً، دي لعبة جماعية.
الفريق ده فيه كذا بطل. عندنا محلل الأعمال، وده بيكون حلقة الوصل، بيفهم المشكلة من البيزنس في الأول وبيعرض الحلول في الآخر. وعندنا مهندس البيانات، ده الجندي المجهول اللي بيبني البنية التحتية وبيجمع وينظف البيانات. وأخيراً عالم البيانات، اللي بياخد البيانات النظيفة دي وبيتعمق فيها ويبني النماذج المعقدة ويساعد في عرض النتائج بشكل مبهر. بس أهم حاجة لازم نعرفها إن الأدوار دي مش منفصلة عن بعض، بالعكس في تداخل كبير جدا بينهم، والتعاون والتواصل المستمر بين الفريق كله هو وبدون مبالغة سر نجاح أي مشروع علم بيانات. والاقتباس ده بيلخص الحكاية كلها. إزاي دورة حياة علم البيانات بتقدر تساعدنا ناخد بيانات تبان إنها مجرد دوشة ونحولها لمعرفة ورؤى، والأهم من كل ده نحولها لفعل حقيقي ومؤثر في شغلنا. ودلوقتي بعد ما فهمنا القصة كلها، السؤال اللي محتاجين كلنا نفكر فيه هو يا ترى إيه هي البيانات المشوشة اللي موجودة حوالينا في شغلنا وحياتنا ومستنية بس اللي يحولها لقرار وفعل يغير الواقع للأفضل؟ فكروا فيه.